ايطاليا المصري الوحيد هنا في الشهرة اللي وصلت لها عن العالم العربي كله. انا عندي 1.9 مليون على التيك. وفي اي مدينه؟ في ميلانو. ايش صار لك انت بهالبلاد؟ انا بقالي 15 سنه من وانا صغير انا بميلانو بايطاليا. طيب كيف كانت هالحياه 15 سنه انت شبيت هنا؟ حكيني عنها شوي خيو. يعني انا جيت هنا مع والدي وانا صغير، كان تقريبا دخلت اول سنه دراسه هنا 5 ابتدائي وكده. حبيت جدا الاجواء وحبيت العيشه هنا فاستمريت هنا. بنزل مصر طبعا كل فتره، بلدي طبعا بحبها جدا، بس يعني هنا انا بحب هنا جدا. اكيد يختلف عليك بين مصر وهنا ايطاليا الاختلاف كثير اكيد. لا، في اختلافات كتيرة قوي. انت بتقارن حاجة بحاجة تانية. يعني ايطاليا المميز فيها يعني ان بلد اقتصادها قوي وتقدر ان انت تبني نفسك ماديا هنا وكده. مصر صعب شوي. مصر لازم تبقى قوي ماديا عشان تقوى اكتر، انما لو هتبدأ من الزيرو صعب شويه. حتى اعتقد عندكم في سوريا نفس بالبلاد العربيه كلها على مسؤوليتي خيو. نفس الشيء. كمل حجي كمل معروفك تعال زاد. نفس الشيء. فاعتقد هو ده اللي بيدفع اي حد ان هو يسيب بلده ويجي مكان تاني. انت كانه مشهور معك. بجد والله. والله بمصر ولا هنا كمان؟ بالعالم العربي كله. انا عندي 1.9 على التيك توك، وعندي على الفيون 900 برضه، داخل على 2 مليون على المنصه. يا مبارك يا مبارك. 800,000 سبسكرايب على يوتيوب. طيب شو محتواك؟ شو تقدم انت كصانع محتوى؟ بعمل انترفيوز وبعمل فيديوهات مع الناس في الشارع، يعني محتوى، يعني بعمل كل شيء. بحاول اكون متنوع، ما احطنيش في حته معينه يعني. بشو تهدف بهالمحتوى هذا؟ وهل بيوم من الايام احكي لي شوي. بهدف اول شيء الشهرة، الحمد لله وصلت لها، عندي قاعدة جماهيرية كبيرة. الشيء الثاني بقى ان انا افتح بيزنس او كده. بزنس خاص فيك. بيزنس خاص. بس ما بتلاقيه ثقيل؟ وبهالفترة هاي انه حسيت السوشيال ميديا صارت مع الاسف كلها اغلبها زخم، يعني شيء سيء. هي للاسف فعلا في البدايه اول ما بدات من 5 سنين كنت انا اعتبر المصري الوحيد هنا في ايطاليا اللي بدا الموضوع ده. وبعد كده زي ما انت قلت في حصل زخم وحصل يعني ضغط عليها. حتى برضو في شويه امور تكنيكال كده في فيسبوك مش مظبوطه، يعني بدا الموضوع يكون اسوء، معقد شوي، معقد كتير. وده اللي خلاني الفتره الجايه اتجه للبيزنس والشغل. اكثر شيء سيء بالسوشيال ميديا وشو اللي حصل لك؟ اكيد شيء سيء بحياتك انت بالسوشيال ميديا كمان. اني عرفت ناس كتير فيك. فيك؟ ناس كتير مش حقيقيين يعني. طيب. هو عارفك بس الهدف ان انت شخص مشهور او كده، فطبعا دول اثروا عليا بالسلب. انت اكيد لك علاقات مع السوريين وتعرف الشعب السوري. اكيد طبعا شعب جميل. حكي لي شوي عنه. قابلتهم كتير في مصر وكان لي اصدقاء سوريين. لا، شعب طيب جدا، والشاورما بتاعتكم انا بحبها جدا جدا جدا. منو ما يحبها بمصر؟ تستاهل والله. وانتم كمان حلوين، دمكم عسل بجد يعني. وانتوا شعب طيب، مش بجد مش بقول كده عشان انت سوري او